سلام السلام، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وصحتكم بخير وانتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم. راهو قرب رمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. وكي نقولوا رمضان نقولوا الشربة تاع القارص، كي نقولوا شربة تاع القارص نقولوا الانتعاش. جبت لكم اليوم وصفة مركز الليمون بأسهل طريقة، كيفاش تخدمي به، كيفاش تحتفظي به، واهم حاجة استعمالاته وفاش نقدروا نستعملوه كامل. يلا نبداو في الوصفه وطريقه التحضير، وقبل ما نبداو نصليو على الحبيب المصطفى عليه الف صلاه والسلام. كما على بالنا رانا في وقت الحمضيات، التشينا والقارص اسعارهم راهي هايله في الاسواق، واذا راكم حابين تخدموهم غير بداو تخدموا دوكا باسكو من بعد غير يشموا ريحه رمضان راكم تعرفوا يلهبوا الاسعار تاع الحمضيات باسكو نستعملوهم بزاف في الشهر الفاضل. انا جبت هنايا كيلو تاع التشينا وكميه كبيره تاع الليمون. فيما يخص البرتقال نحتاجو غير لو زيت تاعو، على هكاك ما جبت كميه كبيره. نجيبوا لافات هذه البنات، جيبوا وحده جديده وحطي وديري القارص تاعك في الماء، ديري فيه كميه صغيره تاع بيكربونات وغسليه مليح مليح باش نحيو كامل هذيك الأطربة وهذيك هذوك اللي يجيو كحوله، هذوك اللي يجيو في التشينا والقارص، هذوك النقط اللي يجيو كحوله. غسلتهم مليح وبعد شللتو وديتو سكرفشت كامل هذاك لو زيت. وما تتكرفجيش يدك سيداتي كما دارت ام ريناد، سكرفشت كامل يدي. من بعد ما سكرفشت الليمون والبرتقال جبت هذاك جبته بديت نعصر فيه. هنايا عصرته في عصري في اي عصاره سواء هذه ولا اليدويه، واذا استعملتوا هذه البنات من الاحسن تعصري 1 كيلو وتحبسي، تعصري 1 كيلو وتحبسي باسكو الموتور تاعها ماهوش زعما فور فور فور، هي تعصر ما شاء الله. مي بالخف لو كان تعصري فيها باغ اكزومبل 4 كيلو في ضربه الموتور تاعها يسخن. قلت لكم عصري سيداتي ما تخلي حتى قطره تاع ليمون في الحبه تاعك. هنايا بعد ما كملت عصرت كامل الكميه تاع الليمون، جبت كيلة تاع السكر، كيلت بهذا الباسين البنات. نضيفوا لها حوالي 3 ملاعق او 4 ملاعق من مبشور الليمون ومبشور البرتقال. انا استعملت كامل ديك الكميه تاع البرتقال، قسمتها على زوج باسكو انا درت هذه ودرت كميه واحده اخرى. هذاك المهم هذاك المبشور البرتقال نقسموها على زوج، نص نديرو في هذه ونص نديرو في الكميه الثانيه. ومبشور البرتقال درت كميه لبس الليمون درت كميه لبس بها. حرك السكر تاعي مليح مليح مع هذاك لو زيست باش يتنسم ذاك السكر. من بعد جبت كيله تاع عصير الليمون. هنايا طاحت لي المغرفه لداخل البنات، نحيتها ورحت جبت مغرفه كبيره باش ما تعينيش في الخدمه. تحركي مليح، حاولوا تدخلوا هذاك العصير مع السكر تاعكم باش يذوب لنا. بعد ما يذوب شويه سكر انا غطيته وتخليه يريح، خليته انا ريح يومين. حركت المهم النهار الاول حركته مليح، من بعد غطيته خليته قعد شويه عاودت وليت عنده حركته كل مره نعاود نولي نحركه. ومن بعد درته في الثلاجه وخليته يريح في الثلاجه البنات. خليته يريح في الثلاجه قلت لكم يومين هو في الثلاجه. كنت كل مره كل ما نفوت عليه ولا هكا نحركه شويه باش يذوب داك السكر مليح مليح ويتشرب هذاك الذوق تاع لو زيست اللي درناه فيه. بهذه الطريقه راح يجيكم منسم، وهذاك مبشور البرتقال اللي درناه فيه راح يعطيله اللون ويعطيله ذوق، ميم لا كولور يتفونسا شويه في اللون تاعو. يجيناش هذاك العصير ترانسبارون، يجينا شويه فونسي، يجينا رايح للاورانج. هنايا البنات كنت كل مره قلت لكم نعاود نولي عنده. شوفوا السكر هنايا كان ريح حوالي 6 ساعات والسكر تاعنا مازال ما ذابش تماما. على قلت لكم انا خليته يومين في الثلاجه، خليته يومين وكل مره بيان سور تعاودي تولي تحركي شويه حتى وين يذوب لك تماما. هنا بعد ما فاتوا عليه يومين تماما شوفوا كيفاش لقيتو، تصيبيه كيما العسل، يذوب ذاك السكر ويتعسل الخليط تاعك مليح مليح. هنا نجيبوه نصفيوه، لازم نصفيوه باش ما يجمدلناش هكذاك بهذاك المبشور. ومن بعد ثاني كي تخرجيه لازم تعاودي تصفيه. الو من الاحسن تصفيوه من قبل باش نستعملوا هذا المبشور تاعنا نستعملوه في العديد من الوصفات. شوفوا انا عمرت هذه العلبه بلا مبشور، مبشور هذا كان مخلط بين مبشور الليمون ومبشور البرتقال. هذا نقدروا نستعملوه في العديد من الوصفات. تقدري تخدمي به لي مادلين، تقدري تخدمي به الموسكوتشو، تقدري تخدمي به البسبوسه، لي بابا، حتى خبز البي ونقدروا نخدموه بهذا الخليط مام حلوة الطابع. المهم كامل الوصفات اللي نقدروا نديروا فيهم لو زيت
2 سيترون لو زيت دورانج، تقدروا تخدموا بهذا الخليط. ديريه في علبة محكمة الغلق وديريه في المجمد، غير تحبي تخدمي به راح يكون القوام تاعو كريمي، تنحي غير بالمغرفة وتخدمي. أنا درت كمية في هاد العلبة باش نكونجليه، من بعد جبت كمية تاع لي غوبلي. هاد لي غوبلي البنات راهم يتباعوا في كامل المحلات، السعر تاعهم ماهوش غالي بزاف، غير 15,000. نعمر هاد لي غوبلي، من بعد ديريهم برك تكوني تعمريهم، ديريهم في سنيوه ولا عفسه اللي تقدري ترفديها باش ما يدفقوناش. باسكو الغوبلي راهو رهيف كي ترفديه، كان ترفديه هكذا وحده قادر تدفق لك. الوغ ديري في السنيوه، حطيهم في المجمد، بعد ما يتجمدوا كامل ديريهم في كيس وغلقي عليهم مليح باش ما يديوناش ريحه تاع الثلاجه، باسكو هاد لي غوبلي ماهمش مغلوقين. هنا بعد ما كملت كامل الكميه تاعي كنت نوريكم. فيما يخص طريق مدة الحفظ، تقدري تحتفظي به في الثلاجة في المجمد لمدة سنة ما يصرالو والو. طريقة الاستعمال، قبلي من هذا نديرو في ريتلة تاع الماء، راح يجي الذوق تاعو معتدل، ما يجي حلو بزاف ما يجي حامض. هذا كي تحبي تخدمي به شربات فقط. استعمالات تاعو نقدروا نستعملوه في العديد من الوصفات تاع العصائر، سواء عصير الفراولة ولا عصير الموز ولا عصير التفاح، مام العصير تاع الكابويا وتاع التشينا وتاع الجزر تقدري تستعمليه فيه. فيما يخص عصير البرتقال، تقدري تستعملي من هذا المركز فيه ثاني. ديري لواحد 3 مغارف في من بعد ندير لكم ليسونسيال، من بعد ندير لكم الموخيطو، ندير لكم عصير الليمون، وندير لكم كثير من العصائر بهذا المركز. انا شوفوا بعد ما ريح لي مده في المجمد، شوفوا كيفاش يولي. هو كل ما يطول راح يجمد لك، بيبقى القوام تاعو كريمي. انا هنا كنت مزروبه باش نصور لكم، سي بور سا جبته لكم برك. مي قلت لكم هو كل ما يريح كل ما راح يتماسك ويولي قوامه كريمي، ورايح يكون كقاعده للعديد من العصائر. واذا وصلتوا هنا زينة الغاليات، ما تنسونيش بجمتكم، تعليقاتكم، بارطاجيو الفيديو مع الاحباب والعائله باش يشوفوه ويستفادوا منه. واذا ما كنتش دايره متابعه، ديري متابعه وفعلي جرس الاشعارات باش يلحقوا كامل وصفاتي. نقولكم في امان الله، دمتم مع السلامه.